السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غبرت عليكم بزاف. بالنسبه للناس اللي كيتابعوني حتى اللي ما كيتابعونيش، كانت عندي شي ظروف ليا خاصه. حتى فاتت الحمد لله. دابا رجعت باش نستأنف الفيديوهات في القناه ديالي. اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا لاباس عليكم نتوما والاهل ديالكم الوليدات ديالكم. هذا اول فلوق غيكون في القناه ديالي، مع يعني واحد الشيء واللي هي مسمن معمر، ويعني واحد الخريجه هكا يعني خفيفه الجن ديال المدينه ديال اسفي، الشمال ديالو يعني. يعني ودزنا عند اختي، يعني بحال هكا يعني زرناها في هاد العطلة. ونتمنى ان الفيديو يعني ينال الاعجاب ديالكم، وتتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. هذه يعني بعض المشاهد وحنا غاديين يعني في جنب المدينة، يعني في الخارجة ديال المدينة. بعض المشاهد ديال الخضورية الحمد لله، يعني مع صبت ديك الشتاء يعني الرحمة ديال سيدي ربي. ناض الربيع بحال هكا، نباتات كما كتلاحظوا، اجواء اللي هي كتكون زوينه، كيكون الجو زوين والهواء اللي كيكون نقي، يعني خارج الروتين ديال المدينه يعني لداخل. كيكون يعني واحد الجو اللي هو زوين بزاف، وهواء اللي هو نقي. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بدي لايك، واللي ما يعني ما فعلش عندي الجرس، ولا ما يعني ما مشتركش عندي اشترك عندي. اذا كما قلت لكم، وحنا عند اختي صايبت واحد يعني واحد جوج مسمنات معمرين، بحشوه اللي هي بسيطه كما كتلاحظوا. جوج جزرات محكوكين صغار، وفلفله خضراء وحده، وجوج قرعات خضرين صغار محكوكين، وجوج بصلات مشلضين، والتوابل كما لاحظتوا. عندي واحد القدر ديال الكفته، واحد شويه ديال المعدنوس والقزبر، وواحد هذا مطيشه معلبه منها واحد المعلقه، معلقه مع عمراش، معلقه كبيره مع عمراش. بالنسبه للتوابل غندير السكينجبير والخرقوم عرق والابزار والملح والزيت. غادا نشحرهم ونرجع من بعد. بالنسبه للعجينه، درت القمح العادي اللي كنطحنوه العادي، ودرت دقيق، ما درتش فينو ولا القمح ديال الحانوت، درت القمح العادي. بالنسبه للمسمن كتشوفوا الكويرات كتار، اللي شاطوا ليا غنديرهم مسمن عادي. بالنسبه للمسمن اللي غنعمر، يعني بسط مسمنه بحال هكا ولويتها، وغنديرها وسط وحده اخرى بحال هكا، يعني 4 المسمنات دابا كل وحده وسط وحده. دابا هادو جوج وهادو جوج، غادا نبسط وحده وندير وسط منها الحشوه بحال هكا، نديرها في الطاوه، وغادا نسرح الحشوه بحال هكا، نسرحها مزيان. درت نص الحشوه هنايا، وغادا نغطيها هذا بالمسمنه الاخرى، نبسطها حتى هي بحالها ونغطيها بها بحال هكا. وحاولوا يعني الا بغيتوا ديروهم، حاولوا بليت المسمنه الفوقانيه تخشوها تحت من المسمنه التحتانيه من الجناب، بحال تلبسوها المسمنه التحتانيه الجناب ديال المسمنه التحتانيه، باش ما يتفرقش لكم، باش ما تعزلش لكم بلي تنفخ المسمنه، ما تعزلش على بعضياتها، ما تعزلش على المسمنه التحتانيه. وغادا ندهنها بحال هكا بالبيض عادي. الا بغيتو ديروا بحال هكا زجلان ولا شي حاجه من الفوق ديروه عادي، ولا شويه القزبر. هنايا وحده درتها طيب مربعه، وهذه درتها دايره بحال هكا. درت جوج مسمنات، مسمنه فوق مسمنه، يعني بسطتها ودرت باقي الحشوه الفوق، وبسطت جوج مسمنات اخرين عاود وحده فوق وحده، وغنغطي بنفس الطريقه. يعني وكما قلت لكم لبسوا المسمنه الفوقانيه لبسوها التحتانيه باش ما تخسرش لكم. ماشي هي ما تخسرش، ولكن غادي تفرق لما يعني لما لبستوهاش بنفس الطريقه. انا عي لاقيتها، ولكن نتوما لبسوها باش ما تفرقش لكم. المسمنه الاولى ها هي طابت كما كتلاحظوا،
والمذاق ديالها كيجي لذيذ، كيجي رائع جدا بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. يعني الفيديو دغيا يعني راه كياخد وقت ولكن ماشي بزاف. بحال هكا دابا انا المسمنات بجوجهم يعني قطعتهم وحطيتهم في الطبسيل بحال هكا كتجي، وكيجي المذاق ديالها رائع رائع جدا. ودابا ندوزو باش نمشيو واحد الخريجه للغابه، وهانتوما معايا كما كيقولوا. السلام عليكم البنات من جديد وكاع المتتبعين ديالي الكرام. دابا هنايا خرجنا الغابه، هنايا في الخرجه ديال اسفي، في الشمال ديال اسفي. كما كتلاحظوا يلا حنا يلا غادي ندخلوا للغابه، وواحد الجو اللي كما قلت لكم اللي هو رائع جدا. يعني كتخرج من داك الروتين ديال المدينه، وهذا كتخرجي برا، يعني ما كاين لا تلوث لا ضجيج لا حتى حاجه. فلا دابا دخلنا للغابه، لقينا خاويه، ما لقيناش فيها، لقينا واحد البلاصه بحال هكا جالسين فيها الناس، ولكن البلاصه اغلب البلايص فيها خاويين اللي حيتاش كنا خرجنا شويه بكري. تبارك الله، يعني كتشوفوا يعني بديك الشتاء اللي صبات تبارك الله، ولات الخضوره في الغابه، ولات الغابه يعني ولات الارض متفتحه سبحان الله العظيم. يعني الغابه واحد الغابه اللي هي كبيره، ما كبيرش بزاف ولكن كبيره شويه. في الخارجه بحال هكا. الناس اللي يعني كيعرفوا مدينه اسفي، في الخارجه ديال اسفي من الشمال ديالها، منها كتفوتيها بحال هكا. دابا البلاصه اللي شاده عليها انا بحال هكا، تزيديها واحد شويه وغتلقاي الشانطي، يعني الطريق الرئيسيه، يعني اللي كدي بحال هكا الوالديه وهذا. من تما ملي كتفوتي هاد الغابه كتلقاي الغابه ديال كيقولوها غابه سيدي مساهل. هذيك كتكون عامره بزاف بزاف، يعني كيخرجوا ليها الناس. بحال هكا يعني خاويه كما كتلاحظوا كما قلت لكم، ولكن يعني المنظر وجو اللي هو زوين بزاف، واحد الهواء نقي بزاف بحال هكا. وكاينين الوليدات كيلعبوا، مع دابا كاينه العطله وهذا الناس كيخرجوا وليداتهم بحال هكا، كيخرجوا من داك الروتين ديال الروتين اليومي ديال المدينه. يعني ما كيبقاوش نفس الروتين مع الوليدات مساكن، كيبقاو يوميا يوميا المدرسه والواجبات، المدرسه والواجبات كيخرجوهم شويه. كاين اللي كيجيب وليداتو هنا، كاين اللي داخل المدينه. واحسن حاجه تكون خارج المدينه، يعني لان كاين حدائق داخل المدينه، ولكن خارج المدينه كتكون حسن، لان كيكون جو خارج المدينه كيكون حسن من الداخل، تبدل الجو. يعني هذا هي البديه ديال الشتاء، والبديه ديال يعني ديال هكا ديال التفتح ديال النباتات وديال الربيع في الغابه بحال هكا. وسبحان الله العظيم المنظر كيكون جميل بزاف. بحال هكا انا بحال كندور في هاد الغابه وحدي في الجهه الاخرى كاين العائله ديالي، وكاينين ناس مازال بعاد منا. حنا بقى يلاه دخلنا، كنشد على البلايص اللي هما خاويين، ما كيكونش فيهم بنادم بزاف، ولا ما كيكونش فيهم بنادم كاع، لان كاين اللي ما كيبغيكش تشد عليه بحال هكا، ولا يقول لك حيد بحال هكا التليفون. اغلبيه ما كيبغيش تشد عليه، لذلك كنشد في البلايص اللي هما خاويين ما فيهم حتى واحد. وهي حداها الديور، هاد الغابه حداها الديور باش زوينه، حداها الديور يعني مشيتي لها ما ماشي زعما كاين تخاف ولا شي حاجه يعني. ولكن ما تمشيش ليها وحدك، ضروري تكون انت والاسره ولا شي حاجه. بالنسبه للبنات والنساء، بالنسبه للنساء ضروري يكون الاسره ولا يكون جماعه، يعني ما ت... ما تمشيش ليها زعما وحدها ولا هذا. الجو بصراحه زوين بزاف بزاف.
اذا البنات هنايا باقا غاديه وسط الغابه، كما لاحظتوا واحد النبته حقرت عليها فيما كنلقاها كنقرب منها كنزوميها. سبحان الله العظيم، يعني الشكل ديالها زوين بزاف. اذا الاسره ديالي مشاو وجلسوا، انا مازال كندور. هي هذه النبته فيما كنلقاها نقربها. نتمنى يعني ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان الكل يعني يكون دوز هاد الفتره ديال هاد الراحه يدوزها مزيان ويكون مرتاح ويخرج حتى هو بحال هكا على الروتين ديال المدينه. ضروري واحد كيبغي يبدل الجو، خصوصا بالنسبه للروتين ديال المدينه لداخل، كيبغي بنادم يخرج على المدينه برا، مش غير في العطله وانما دائما، يعني من فتره لفتره كيبغي بنادم يهرب كما كنقولوا من داك الجو ديال المدينه ويخرج برا يبدل الجو. بحال هكا بحال في الغابه، بحال هكا اكثريه كيديروا بحال هكا في الغابه، كيخرج بنادم يعني. هذه نبته اخرى. يعني نباتات يعني متنوعه سبحان الله العظيم. غير ديك الخضوره يعني النفس بلي كتخرج للطبيعه بحال هكا، النفس كتنشارح سبحان الله العظيم. كتحسي بواحد الابتهاج في النفس سبحان الله العظيم. عندك الغابه وعندك البحر، ولكن البحر انا كنفضل البحر اكثر. كيكون عنده فاعليه اكثر من هكا، اكثر من يعني هذا الجو. بالنسبه لي انا هذا الجو حتى هو زوين بزاف بزاف وكتحسي بنفسك مرتاحه، لكن أنا بالنسبه لي انا البحر اكثر. البحر كتكون عنده فاعليه اكثر من الغابه. ايوا كما كتلاحظوا هذه هي اول فلوق ليا في القناه ديالي، ما انا القناه ديالي للطبخ، ودخلت في ديك الاكله البسيطه يعني مسمن معمر اللي كان بحشوه اللي هي بسيطه جدا، بسيطه جدا. ودخلت يعني الفيديو درتو كفلوق، ويعني على حساب هاد الخرجه اللي خرجنا، هاد الخريجه الصغيره اللي خرجناها درتو بحال هكا اول فلوق ليا في القناه ديالي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. نتمنى كما قلت لكم في الاول انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هاد الشجره مع شكون يقاطعها؟ بزاف ديال الاشجار بزاف اللي لقيناهم يعني مقطوعين. هنا جلسنا، هنا مشيت جلست معاهم، شحال هما جالسين وانا كندور، مشيت جلست معاهم. دابا يا جالسين كنرتاحوا شويه. هاد الشجيره بزاف ديال الاشجار، هذه وهذيك الاخرى، بزاف الاخرى تا هما كاملين مقطوعين. هاي ما علاش كنقلب انا هنا. اذا هنايا غيكون الاخر ديال هاد الخرجه اللي خرجنا اليوم. اذا البنات هنايا كنا غادي الاخر ديال الفيديو كنا غادي راجعين للدار. هي هذه البلاصه فاش كنا جايين وصورت من الجهه الاخرى، دابا صورت من الجهه المعاكسه ديالها. وحنايا غادي راجعين للدار. ونتمنى كما قلت لكم، قلتها شي جوج مرات ولا ثلاثه، نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وخصوصا ما انه اول فلوق ليا في القناه. واختى انني انا ما كنبانش، ولكن يعني شي حوايج وريتهم، يعني كنت انا محاصره في المطبخ. دابا خرجت برا وخرجتكم معايا، ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وخليت لكم الراحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.